النهارده إن شاء الله هنتكلم عن ذي القرنين. ذي القرنين تم ذكره في القرآن الكريم في سورة الكهف. ذي القرنين كان عبد صالح، يقال إن هو سموه ذي القرنين لأنه كان يجوب الدنيا من مشرقها لمغربها، كان بيلف العالم كله، كان يروح، كان عبد صالح. كان يروح في مكان انتوا دلوقتي يعني الدنيا مثلا صحراء ما فيش اي حاجه، يشوف القوم اللي عايشين في المكان ده. كان في قوم عايشين في مكان والدنيا صحراء وحر جدا، يعني بقى مستغرب ازاي الناس مستحمله الحر دي، ما عندهمش اي حاجه تحميهم. فذي القرنين علمهم ازاي يبنوا بيوت ويعيشوا فيها. فجه المساعد بتاعه قال له ايه، طب ما احنا نبنيها لهم احنا. قال لهم لا، انا عايزهم هم اللي يبنوها بايديهم عشان يتعلموا يبنوها ازاي، لان احنا لو بنيها لهم مع الوقت اللي هتتهد وهتقع، هم مش عارفين يبنوها تاني، لا هم يتعلموا يبنوا. فجه لما اتعلموا يبنوا عمل لهم كمان صوامع يخبوا فيها يشيلوا فيها المحاصيل بتاعتهم، يعني الغله والحاجات دي تتشال فيها. فجه الراجل اللي هو الملك بتاعهم اللي حاكمهم فكر وجه ادى لذي القرنين، خد يعني من النساء طلعوا عشان يدوا هديه، ادوا له ذهب، فحطوا الذهب ده فين؟ في صندوق خشب. فجه بيقول لذي القرنين خده، فذي القرنين قال له لا مش عايزه. راح قال له يعني انت بترفض هديتي؟ قال له لا انا ما برفضش هديتك، خلي الذهب ليكوا وانا هاخد الصندوق الخشب اللي انت عملته من اجلي. فراح قال له ذي القرنين قال للراجل، قال له